الاصل الاول ديال الهجوم على الاسره كان في اخراج المراه الى العمل، لانهم كانوا كيشوفوا ان كياخذوا الضرائب غير بالنص ديال المجتمع، كيسلت لهم واحد النص من المجتمع. بغاو يخرجوا هذاك النص الاخر باش حتى هو يبداو يستافدوا منه من الضرائب. الحكم الراسمالي ينبني على المنفعه الماديه. والفرد هو مستهلك لا اقل ولا اكثر، كيحاولوا يستافدوا منه ماديا. فاخرجوا المراه. الوقت يخرجوا المراه ما بقاش كافيهم هذاك الشيء، بغاو حتى الاولاد. فلذلك شرعوا قوانين معينه او كذا يغيبوا الرجل على للشغل، يغيبوا المراه الى الشغل، عطاو المراه حقوق اكثر زياده، زحموا الراجل مشات له القوامه ديالته بالمفهوم الغربي، وشدوا الوليدات ودخلوهم المدارس، ولاو هما اللي كيتحكموا فيهم وكيوجدوهم لواحد الفكر رأسمالي محض في فروض الاطفال في المدارس، وعطاهم ذاك الفكر المادي، انا اولا والطوفان من بعدي، حريتي حقي، دخلوا لهم هذه السموم وكذا. فاصبح المجتمع متفرق، لان اي حكم بغى يتحكم في المجتمع كيخصو يفرقه. فرق تسد. الا بقات لك الاسره مجموعه متكامله راه صعيب تحكم فيها. واش كتشوف بان هذه القوانين غادي تزيد تشتت لينا الاسره؟ 100%. المغرب هاد الناس هادو اللي كيسعوا الى هذا